السلام عليكم ورحمة الله. أمس اليوم تاريخ 11/4/2012 كان في مجلس الأمة قانون يقول تطبيق أشد العقوبة للمتعدي على الذات الإلهية وذات النبي عليه الصلاة والسلام. فكنت أشوف نواب الشيعة الصراحة ذهلت، يعني كانوا يقومون نواب أهل السنة. طبعا كل المجلس، مجلس الأمة عندنا 50 عضو، كلهم سنة إلا 7 روافض. ال7 روافض هذين قاموا يقومون يقولون لا، كانوا أهل السنة يطالبون بإعدام أي واحد يتطاول على الله سبحانه وتعالى أو يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يقولون لا، هذا موضوع خطير، وقاموا يصيرون كل واحد تقول تقي وما ادري شنو، يعني لا، راجعوا نفسكم، ما نبي الحكم الإعدام. أول شيء نبي استتاب، أول شيء ندعو حق اللي يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له يا رجال توب، هذا حرام كذي، ونطلق الصراحة. وبعدين إذا كرر أكثر من مرة لا نحكم عليه. شوفوا عيال المتعة هذين، ولا تلومونا لما نسميهم عيال المتعة، فعلا يعني أجمع أهل العلم والرسول عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من تعدى على الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل على طول. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أحد قصص أحد اليهود، يهودي بعد مو مسلم، فما بالك هذول اللي يدعون الإسلام ويتعدون على النبي عليه الصلاة والسلام. يهودي كان محصن داخل حصن بأيام قبل لا يعني ينتصرون على بني قينقاع وخيبر وكذا، يعني قبل غزوة خيبر. يعني كان هذا اليهودي يتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب جدا، وقال لهم من يأتيني برأسه. شوفوا على طول، ما قال لهم وروح يقولوا له خله يكف شر عني، لا، قال من يكفيني فيه منه ويأتيني برأسه. على طول الصحابة رضي الله عنهم كل واحد يقول أنا. لما قام له واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ودخل عليه داخل الحصن هذا وقص راسه وجاب حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيعة اليوم عيال المتعة مثل ما قلت لكم، لأن خلاص أنا ماكو فايدة، والله ماكو فايدة، ما لازم نحترمهم هذين. الشيعة اليوم يقولون لا، هذا أمر خطير ولازم يستتاب، وعادي أي واحد يتطاول على عرض النبي أو يتطاول على النبي أو يتطاول على الله، لا عادي يستتاب. بس الطامة الكبرى ان الكاتب محمد المليفي لما قال عن مهديهم هذا بالسرداب اللي يدعون عمره 1200 سنة، واللي صارخ شو اسمه الدويسان يقول المهدي قادم، كان يقول جرندايزر قادم. فهذا الدويسان لعنة الله عليه وعلى شلة الروافض اللي مجلس الأمة يقولون لازم الراعي هذا. فيوم محمد المليفي قال ان المهدي الحين قاعد يطبخ مرق شبزي، شوفوا ما قال المهدي خبيث، ما قال يعني زوجته اللي يقولون عنده زوجة متزوج وولد الكبير اسمه صالح كذي، ما قال انه يعني طب فيها وقال انهم شلون يمارسون الجنس داخل سردابهم كذي، لا، بس قال يطبخ مرق شبزي. شنو ردوا الروابط؟ اهدروا دم المليفي. زين، ليش ما قاموا الشيعة قالوا الله يهديك يا المليفي يا اخي، توب لله واطلبوا يستتاب وما ادري شنو، نفس ما سوى اليوم كل واحد من التغوى يبي يبكي، يعني 5 دقائق ويبكي. ليش ما قالوا شيء؟ ليش ما راحوا حق ساحة الإرادة وطعنوا بشرف المليفي وطعنوا بأهله كلهم
وما خلوا كلمة وسخة ما قالوا فيه. هذا النقل دشتي لما تطاول على المليفي لا، على طول اهدر دمه يعني. فاحنا راح نقول لهم يا روافض لعنة الله عليكم كلكم وما فيكم خير، واللي بيسب النبي نبي ندعس على راسه ونبي نقطع راسه الخايس هذا النجس. فهم ليش اليوم مسوين نفسهم يعني وديعين؟ لأن عندهم كلب ابن 60 كلب وملعون مقطوط الحين بالأمن الدولة اسمه حمد النقي، هذا اللي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم الخنزير الثاني اللي اسمه أحمد جوهر تطاول على النبي، وراح يتطاولون أكثر وأكثر. فهم شنو عندهم؟ عقيدة سب أمهات المؤمنين والطعن بشرف النبي وعرضه، عندهم عقيدة. فخايفين لا يطيحون كلهم تقطع رؤوسهم. فقالوا ليش احنا سابين النبي، طعنين في شرفه طعنين، فلازم نقول يستتاب. عشان شنو؟ كل ما امسكوا امن الدولة واحد يطلبون منه يتوب، وعلى طول بيقول له توب. فالخنزير الجديد بعد الليبرالي الخايس المعفن علي الراشد اليوم شنو يقول؟ يقول نبي هذا الحكم ما يتطبق على غير المسلمين. ليش؟ علشان شنو؟ علشان إذا هم بعد الليبراليين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام تطاول عليه نفس ما يتطاولون في كتبهم، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من قولهم إن القرآن هذا جمع من قصص سمعها بالجاهلية وكتب لهم القرآن هذا. يبونهم بعد ما يعني لأن معروف الليبراليين الخنازير أمثال صالح الملا، أسيل العوضي، الغانم، على الخنزير علي الراشد، كلهم هذول يتطاولون على النبي. والمنبر الديمقراطي اللي يقولون ما نبي شريعة، شنو شريعة؟ ما نبي حشمة، خلونا نلبس على كيفنا وما ادري شنو. هذول كل ابوهم عليهم لعنة الله يبون ان القانون ما يتطبق، قطع الرأس حق كل الاعدام حق كل متطاول حق النبي او الذات الالهية. فانا اقول وان شاء الله يسمعوني نوابنا اهل السنة، اذا ما تطبق هذا القانون اعدام من تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، فانا اقول على الكويت السلام. وحنا لا تقولون ان الكويت دولة اسلامية، واتمنى اذا ما طبقوا هذا القانون يعني عشان تحترمون نفسكم زيادة انكم تروحون حق هذا المجلس الاسلامي الدول الاسلامية وتشيلون عضوية الكويت من هناك لانكم دولة تطلعون مو اسلامية. نفس ما قال والله احد النواب ما قصر، قال الكويت اصبحت دولة اقرب الى الالحاد. صراحة ما غلط، لان ياخذون ويعيدون ويزيدون في ان ما يعدمون هذا النقي التافه النجس الرافضي اللي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام. وان غدا لناظره قريب، واتمنى اذا ما طبقوا هذا القانون من اخواننا المسلمين الموجودين بالكويت انهم ياخذون حق النبي بايديهم، وانا اولهم. باذن الله احنا راح ناخذ حقك يا رسول الله، وروحنا لك الفداء، ولا راح نرضى على حد يتطاول عليك. والله يشهد علينا جميعا اننا نفدي الرسول عليه الصلاة والسلام باعراضنا واموالنا واولادنا وفي كل غالي ونفيس عندنا. والله ان لا نسوى نعل عند الرسول عليه الصلاة والسلام، نعل من ولا نسوى التراب اللي داس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا نقول لهم يا روافض كفوا شركم عنا، والقانون راح يتطبق ان شاء الله باذن الله وغصبا عليكم. لعنة الله عليكم وعلى الخميني وعلى السيستاني اللي علمكم هذا الدين، ولا هذا الدين مو من آل البيت ولا من الإسلام أصلا. والسلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي بمقطع ثاني إن شاء الله، وتابعونا على قناتنا
باليوتيوب KW إسلام. والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائع.